صباح الخير أو مساء الخير على أحلى مشاهدين ومتابعين قناة قصص مع يوكا. أهلا بيكم في قصة جديدة هنتعرف فيها على حكاية نجلاء، وإزاي القدر وضعها في أصعب اختبار لما اكتشفت حقيقة أقرب إنسان ليها، وهو جوزها مؤمن. واللي عمله معاها كان أغرب من الخيال، والصدمة الأكبر رد فعلها. تعالوا نشوف حصل إيه. ما تنسوش لو عجبتكم القصة تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل القصص والحكايات في وقتها. أنا اسمي نجلاء، عندي 27 سنة. والدتي متوفية من زمان، وأبويا كان راجل وافي جدا ومرضيش يتجوز بعد وفاة أمي، وفضل إنه يربيني ويكبرني وما يدخلش عليا مرات أب. لحد هنا كانت حياتي طبيعية وهادية جدا، لكن معاناتي الحقيقية بدأت لما اتجوزت مؤمن واتصدمت بحقيقته، وده خلاني أراجع حساباتي وحاسب نفسي إزاي وصلت لكده. ودي نصيحة مني لأي حد: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قصتي بتبدأ: صباح الخير يا بنتي، عاملة إيه النهاردة؟ حضرتي حاجتك ولبسك وكل تجهيزات الفرح؟ أنا عاوزك تبقي زي القمر، دي ليلة العمر، أخيرا هشوفك عروسة وأفرح بيكي. ما تتصوريش يا بنتي، كنت مستني اللحظة دي بفارغ الصبر، لكن خلاص بنوتي الحلوة كبرت وبقت عروسة زي القمر. أنا سعيدة ومبسوطة أوي يا بابا، كنت مستنية اللحظة دي من زمان. بس أكتر حاجة مأثرة فيا وطافية فرحتي إن ماما الله يرحمها مش معايا في يوم زي ده. ما تقلقيش يا حبيبتي، بكرة مؤمن يعوضك عن كل حاجة وتفرحي وتتبسطي. وأكيد والدتك حاسة بيكي، طول عمرها كان نفسها تشوفك عروسة، لكن قدر ربنا إنها تتوفى وانتي صغيرة. بابا أنا كنت عاوز أطلب منك طلب، بس مكسوفة لأني طلبت منك كتير قوي وحاسة إني بقيت سخيفة جدا. لا يا حبيبة قلبي، اطلبي وانتي مطمنة. أنا عارف إنك عاوزة فلوس عشان تشتري حاجات البنات ولبس ومكياج. أنا صحيح راجل كبير وعجوز، لكن أقدر أحس وأفهم بنتي محتاجة إيه. يا حبيبي يا بابا، ربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك أبدا. وبعد ساعة نزلت نجلاء من البيت وقابلت مؤمن خطيبها في كافيه، وكانوا قاعدين بيتكلموا ومؤمن قال: ايه يا حبيبتي، جبتيلي الفلوس اللي طلبتها منك؟ انا محتاجها جدا. معلش بقى طلبت منك فلوس تاني، بس اوعدك هسدد كل اللي عليا قبل الفرح. انتي عارفة بقى المصاريف كتير وكل حاجة عليا لوحدي. لا يا حبيبي، براحتك خالص، سددهم وقت ما تحب، خير ربنا كتير والحمد لله. واطمن، بابا مش هيعرف اي حاجة عن الفلوس دي خالص. الا قوليلي يا نجلاء، هو عمي بيجيله كل الدخل ده منين وهو على المعاش كده؟ هو انتوا عندكوا فلوس في البنك ولا مأجرين عقارات بتجيب لكم كل الفلوس دي؟ احنا عندنا ارض كبيرة جدا في الساحل، وكلها شاليهات صغيرة مأجرينها لتاجر كبير طول السنة، وهو بيجي بقى في الصيف ويأجرها للسياح ويكسب منها كتير قوي. ياه، ده انا اول مرة اعرف الموضوع ده. انتي عمرك ما قلتيلي حاجة زي دي قبل كده، شكلك كده بتخبي عليا حاجات كتير يا نجلاء. لا ابدا يا حبيبي، ولا بخبي عليك ولا حاجة. والله ما جاتش فرصة اقولك. عامة عشان اثبت لك اني مش بخبي عليك حاجة خالص، ماما الله يرحمها سايبالي 100 جرام دهب، وديعة باسمي في البنك. وبابا نبه عليا ما اقولش لحد خالص، لكن انا قلت لك انت يا مؤمن لاني بثق فيك وعارفة انك قد الثقة دي. طبعا طبعا يا حبيبتي، انا هحافظ على فلوسك وحاجتك وازودهم لك كمان. ما تقلقيش ابدا طول ما انا جنبك. اما في بيت نجلاء، فكان والدها بيتكلم في التليفون مع دكتور القلب اللي بيتابع حالته وبيقول: والله يا دكتور انا ماشي على العلاج اللي انت كتبتهولي، ومش باكل لا دهون ولا سكر، لكن للاسف تعبان جدا، وكل شوية الازمة بتجيلي. تفتكر اعمل العملية وخلاص؟ والله يا أستاذ زكي، مش عارف أقولك إيه. دي أعمار وده قضاء ربنا. لكن حالتك متأخرة جدا وما تستحملش العملية نهائي، ده غير إنك محتاج نقل دم وربنا يلطف بيك. يعني خلاص يا دكتور، أفهم من كلامك إن النهاية قربت وهقابل وجه كريم؟
يا أستاذ زكي، الأعمار بيد الله، محدش يعرف هيموت إمتى، ولكن إحنا بنعمل اللي علينا وبناخد بالأسباب. لكن أنت ارمي حمولك على ربنا واطلب منه الشفا، وأنا من ناحيتي هكتب لك دواء يكون أفضل، والباقي على ربنا. قفل زكي التليفون مع الدكتور وهو عارف إنه خلاص معادش فاضل في العمر كتير، وأيامه بقت معدودة. لكن كل اللي كان بيفكر فيه نجلاء بنته، وإزاي هيسيبها في الدنيا لوحدها. كل اللي كان مصبره وقتها إنها هتتجوز وتعمل عيلة، تحس معاها بالونس وتعيش الحياة الأسرية اللي اتحرمت منها طول عمرها. وفجأة باب الشقة اتفتح، ودخلت نجلاء تقول لأبوها: خلاص يا بابا، أنا ومؤمن اشترينا كل الحاجات اللي ناقصة في الشقة، وجبنا ناس تنظف الشقة وتفرشها. اطمن، كل حاجة ماشية كويس. طيب يا بنتي، ربنا يتمم بخير، واشوفك سعيدة ومبسوطة وتتهني بجوازك. مالك يا بابا؟ صوتك متغير قوي وشكلك تعبان. في ايه؟ انت مخبي عليا حاجة؟ اوعى يكون الدكتور قالك حاجة وحشة وانت مش عاوز تقولي عشان منأجلش الفرح تاني. لا ابدا يا بنتي، انا كويس وزي الفل، وصحتي كويسة جدا، وباخد الدواء في المواعيد اللي كتبها لي الدكتور. ما تقلقيش انتي بس. وبعد أسبوعين اتجوزت نجلاء وراحت بيت جوزها، وفضل زكي قاعد لوحده في البيت، وحالته الصحية كانت بتسوء يوم عن اللي قبله، لكن ما كانش بيرضى يقول لبنته عشان ما يكسرش فرحتها. أما في بيت نجلاء ومؤمن، فكانوا عايشين حياة هادية ومستقرة زي أي زوجين، وكانوا قاعدين بيتغدوا. ومؤمن قال: هو عم زكي بقاله أسبوعين لا اتصل ولا جالنا البيت زي عادته. ده كان بيجي ومعاه أكل وفاكهة وجبن وحلويات وبيملى التلاجة. غريبة إنه اتأخر أوي. لأ، أنا بتصل بيه كل يوم وبطمن عليه، وأنا اللي قلتله ما يجيبش حاجة تاني وهو جاي عندنا. كفاية إنه تعبان والدكتور محرج عليه إنه يخرج أصلا. إزاي تعملي كده من غير ما تقوليلي؟ عاجبك كده؟ أهي التلاجة فاضية ومش لاقيين ناكل ولا عارفين نخرج ولا نتفسح. كل الفلوس رايحة في الإيجار وفواتير الغاز والكهرباء. إيه ده يا مؤمن؟ أنت إزاي تكلمني كده؟ وبعدين بابا مش ملزم يجيب لنا حاجة أصلا، هو كرم أخلاق منه بيجيب. وبعدين هو أنت طمعان في أبويا ولا إيه؟ لا أبدا يا حبيبتي، أنا مش قصدي حاجة والله. ما تفهمينيش غلط. أنا بس بقول إحنا أولى، يعني أنتي في الأول وفي الآخر بنته، وكل فلوسه هتبقى ليكي. وبعد ما عدى 3 شهور، في يوم نجلاء كانت قاعدة في البيت والتليفون رن، ولما ردت: ألو، حضرتك مدام نجلاء بنت الأستاذ زكي؟ والدك حالته خطيرة جدا، واتنقل المستشفى عندنا وطلب إننا نتصل بيكي فورا. اتفضلي عنوان المستشفى. نزلت نجلاء بسرعة مع مؤمن جوزها، وراحوا المستشفى عشان يطمنوا على زكي والدها. لكن للأسف لما دخلوا غرفة العمليات، الممرضة قالت لهم: البقاء لله، حضرتك مدام نجلاء، الأستاذ زكي وصاني أبلغك إنه بيحبك قوي، وطول عمره كان نفسه يفرح بيكي ويشوفك سعيدة، ووصاني قبل ما يموت أقولك جملة: اوعي تسمحي لحد يسرق سعادتك منك. وقتها نجلاء دخلت في حالة انهيار وحزن شديد، ومؤمن جوزها أخدها ورجعوا البيت، وحاول يهون عليها موت والدها ويفضل جنبها أطول وقت ممكن. وبعد حوالي شهر، مؤمن كان قاعد مع نجلاء وبيقول لها: في واحد اتصل وقال إنه اسمه محمد علوان، وبيقول إنه محامي المرحوم، وكل الأوراق والحسابات عنده في المكتب. أنا بفكر إن أروح أشوف الموضوع ده. أيوة طبعا، لازم نروح له أنا وإنت ونشوف كل الأوراق والمستندات، وكمان أعرف بابا سايبلي فلوس قد إيه بعد ما توفى. ربنا يرحمه، عمره ما بخل عليا بحاجة أبدا. لا، تيجي معايا فين؟ أنا هروح لوحدي أجيب كل الأوراق والفلوس وأشوف المحامي هيقول إيه. انتي لسه تعبانة يا حبيبتي، ومش هتقدري تعيشي اللحظة دي. أنا فعلا تعبانة جدا، وكمان الدكتور نبه عليا مجهدش نفسي وريح أعصابي. خبر موت بابا قسملي ضهري، حاسة إني مش هقدر أرجع زي الأول تاني. ما تقوليش كده يا حبيبتي، انتي زي الفل، كلها كام يوم وتقومي بالسلامة.
ونزل مؤمن راح للمحامي، وقعدت نجلاء تستناه لحد ما يرجع ويبلغها كل التفاصيل. وبعد حوالي ساعتين رجع مؤمن وقال: أنا مش عارف أقولك إيه يا نجلاء والله، ولا أجيبلك الخبر ده إزاي. بس أعمل إيه بقى، المحامي قال لي كلام خطير جدا. في إيه يا مؤمن؟ قلقتني، حرام عليك. خبر إيه ده اللي المحامي قالهولك؟ عمي زكي الله يرحمه كان مديون لطوب الأرض، وما سابش حاجة خالص بعد ما مات. حتى الأرض اللي قلتلي عليها، أرض الساحل دي، باعها عشان يسدد الديون كلها. انت بتقول ايه؟ ابويا انا كان مديون؟ ازاي؟ ده عمره ما جابلي سيرة عن الحكاية دي، ولا حرمني من حاجة. ده كان مسرف جدا والفلوس في ايده ملهاش حساب. المحامي قال لي ما كانش عاوز يقولك انه مديون وتعبان عشان ما تشيليش الهم ولا تحزني. امال هو اتصل بيكي ليه قبل ما يموت؟ ما عشان يقولك الكلام ده. يا حبيبي يا بابا، ربنا يرحمه ويغفر له. اتعذب كتير قوي قبل ما يموت. وعدت الأيام وبدأت الفلوس اللي مع نجلاء تخلص، وده خلاها تطلب من مؤمن فلوس. لكن الغريبة إنها لما طلبت منه رد وقال: فلوس؟ فلوس ايه دي اللي انت عايزاها؟ هو انا حيلتي حاجة؟ ما انت شايفة اهو، كل الفلوس اللي معايا حطيتها في الجهاز والفرش وفواتير الكهرباء والغاز. هو انا قاعد على بنك؟ بس احنا من ساعة ما اتجوزنا عمري ما طلبت منك حاجة ولا أخدت منك فلوس. وكل ما كنت بعوز حاجة كنت بطلبها من بابا الله يرحمه. ولا انت نسيت انك ما حطيتش ولا مليم في البيت، وهو اللي كان بيجيب كل حاجة؟ بصي بقى، الكلام ده ما يخصنيش. انزلي اشتغلي واصرفي على نفسك، انت مش صغيرة. مش ابوكي يعلمك ودخلتي الجامعة؟ خلاص انزلي دوري على شغلانة تجيبي منها قرشين. نجلاء ما كانش قدامها حل غير انها تنزل تشتغل وتصرف على نفسها، خاصة ان مؤمن كان قاعد في البيت، وكل ما يجيله شغل يتحجج انه شغل مش مناسب ليه، وقاعد مستني وظيفة مناسبة يرتاح فيها. وفعلا قدمت ورقها في بنك، واشتغلت موظفة خدمة عملاء، وبدأت تحوش فلوس كويسة من شغلها. وفي يوم كانت راجعة من الشغل ومؤمن كان قاعد في البيت كعادته، وأول ما شافها قال لها: حمد لله على السلامة يا نجلاء يا حبيبتي. ما تيجي تشربي قهوة معايا ونتكلم في موضوع مهم أوي. خير يا مؤمن، موضوع ايه ده اللي انت عاوزني فيه؟ وقهوة ايه دي اللي هشربها معاك؟ انا ميتة من الجوع ومكلتش حاجة من الصبح، يا دوب اقوم احضر الغدا. استني بس، كنت عاوزة اكلمك في موضوع الذهب، الوديعة اللي امك سايبهالك في البنك. ما تيجي نفكها ونبيعها ونسدد كل ديوننا ونعيش كويس بدل الفقر اللي احنا فيه ده. لا طبعا، الذهب ده بتاع امي ومش ممكن ابيعه ابدا مهما حصل. وقامت نجلاء تحضر الاكل، وهي في المطبخ فكرت إنها ترهن الدهب بدل ما تبيعه وتستغنى عنه، ولما تسدد كل ديونها تبقى تفك الرهنية من مرتبها، وبكده تبقى حلت كل مشاكلها. لكن في نفس الوقت ما كانتش عاوزة مؤمن يعرف أي حاجة عن موضوع الرهنية، فجت لها فكرة إنها تتصل بمحامي أبوها يساعدها في الموضوع ده. وفعلا كلمت نجلاء المحامي وحددت ميعاد، ولما راحت تقابله قالت له: بصراحة كده يا أستاذ محمد، أنا كنت عاوزة أكلم حضرتك في موضوع مهم جدا. أنا عاوزة أرهن الدهب بتاعي لأني محتاجة فلوس ضروري قوي، بس عاوزاك ترشح لي حد موثوق فيه لأني قلقانة أوديه عند أي حد. تحت أمرك يا مدام نجلاء. بس ممكن أتدخل في حاجة بعد إذنك طبعا؟ أيوة طبعا يا أستاذ، اتفضل. انتي محتاجة فلوس ازاي؟ وأرض الساحل بتجيبلك كل شهر 50,000 جنيه إيجار، ده غير الفلوس اللي سابهالك والدك الله يرحمه. انت بتقول ايه يا أستاذ محمد؟ هو مش بابا كان مديون قبل ما يموت وباع أرض الساحل وما كانش حيلته ولا مليم؟ مش انت قلت كده المؤمن جوزي؟ أنا؟ أنا مش ممكن أقول كده أبدا، ده كداب. أنا فاكر قوي لما جالي من 6 شهور يستلم الأوراق والمستندات بتاعة المرحوم والدك، وسألته فين نجلاء، قال لي إن عندك انهيار عصبي ومش قادرة تتكلمي مع حد، وعلى أساسه اديته الورق والفلوس، وكل شهر بيجي يستلم مني إيجار أرض الساحل. وده صورة من آخر وصل ماضي عليه الأستاذ مؤمن جوزك باستلام الإيجار، ده غير الفلوس اللي أنا مسلمها له بإيدي، وماضي وصل إنه استلمها بنفسه. ده كلام خطير يا أستاذ محمد، مش ممكن أكون اتخدعت في مؤمن بالطريقة دي.
معقولة يكون جوزي اللي أنا عايشة معاه تحت سقف واحد؟ ده معيشني في ضنك ومش لاقيين ناكل، وبعنا عفش البيت كله ونزلت اشتغلت عشان ألاقي آكل. اطمني يا نجلاء يا بنتي، أنا هخرب بيته وهسجنه وهرفع قضية خلع وهتطلقي منه. ده إنسان فاسد وغير أمين على فلوسك ويستاهل إنه يتسجن. أنا عاوزاك يا أستاذ محمد تتصل بيه يجي دلوقتي حالا وتقوله إني هبيع الدهب، وإنت بتقنعني إني مفكش الوديعة واحتفظ بالدهب. وفعلا المحامي كلم مؤمن جوز نجلاء يجي المكتب زي ما نجلاء طلبت منه. ولما وصل مؤمن اتفاجئ إن نجلاء قاعدة عند المحامي، وأول ما قعد نجلاء قالت: مؤمن، انت ايه اللي جابك هنا؟ جاية تبيعي الدهب من ورايا يا ست هانم؟ ازاي ما تقوليليش انك هتعملي كده؟ زي ما انت بتيجي تاخد ايجار ارض ابويا من ورايا وسرقت كل الاوراق والمستندات والفلوس اللي المحامي سلمها لك امانة وانت خنت الامانة. لكن مش الحق عليك، الحق عليا انا اللي وثقت فيك وامنتك على مالي وعلى نفسي. بس انا خلاص فقت لروحي وهوريك اللي عمرك ما شفته. أستاذ محمد بعد إذنك اتصل بالنيابة، أنا بتهم جوزي بسرقة أموالي وتبديد أوراق ومستندات والنصب والاحتيال، وكمان بطلب الخلع منه. وفعلا الأستاذ محمد نفذ كل الإجراءات القانونية واتصل بالشرطة، وجت قوة من القسم وأخدت مؤمن، وبعدها اتسجن 10 سنين بتهمة النصب والاحتيال. وكمان نجلاء رفعت عليه قضية خلع وطبعا كسبتها.